أسئلة الموضوع الثاني: خطوات التفكير العلمي ومعوقات التفكير العلمي. السؤال الأول: الإنسان لا يفكر في أي صعوبة تواجهه إلا بعد أن تكون قد دخلت ضمن إدراكه، ويثير هذا الإدراك انفعال يحفز الإنسان للبحث. يشير إدراك الإنسان إلى إحدى خطوات التفكير العلمي، وهي الشعور بالمشكلة، فرض الفروض، الفرض الصحيح، اختبار الفروض. هنا عايز ايه؟ خطوات التفكير العلمي، وبيقول لك الانسان لا يفكر في اي صعوبة تواجهه الا بعد ان تكون قد دخلت ضمن ادراكه. يبقى هنا ايه؟ الشعور بالمشكلة. احنا قلنا ان الشعور بالمشكلة اي الشعور بالحيرة والتردد او الحاجة للتفكير لمواجهة موقف. إحساسك بالارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة يجسد ذلك إحدى خطوات التفكير العلمي، وهي فرض الفروض، الفرض الصحيح، اختبار الفروض، الشعور بالمشكلة. هنا عايز إيه؟ خطوات التفكير العلمي، وبيقول لك إحساسك بالارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة، يقصد إيه؟ الشعور بالمشكلة. معضلة تواجد القمامة في الشارع تكمن في صعوبة جمعها والتخلص منها. لتواجدها بكميات كبيرة نستخلص مما سبق إحدى خطوات التفكير العلمي، وهي تحديد المشكلة، اقتراح الحلول، اختبار الحلول، الفرض الصحيح. هنا عايز إيه؟ خطوات التفكير العلمي، وبيقول لك تواجد القمامة في الشارع تكمن في صعوبة جمعها والتخلص منها. هنا حدد المشكلة اللي هي تواجد القمامة في الشارع، تبقى الإجابة تحديد المشكلة. إجابة مؤقتة عن الأسئلة البحثية التي تطرحها مشكلة الدراسة، يشير ذلك لإحدى خطوات التفكير العلمي، وهي الشعور بالمشكلة، تحديد المشكلة، فرض الفروض، اختبار الفروض. هنا عايز ايه؟ خطوات التفكير العلمي، وبيقول لك إجابة مؤقتة عن الأسئلة البحثية. يقصد ايه؟ اقتراح الحلول أو فرض الفروض، اللي هي بيقترح عدد كبير من الحلول للمشكلة الموجودة. هي أفكار مبدئية يقترحها الفرد كحلول محتملة للمشكلة في ضوء ما يتوفر له من معلومات وحقائق وأدلة مبدئية. تبقى الإجابة فرض الفروض. قام أحد الباحثين باختيار بعض المنازل لمعرفة مدى نجاح تصوره في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة. يشير ذلك إلى إحدى خطوات التفكير العلمي، وهي الشعور بالمشكلة، تحديد المشكلة، اختبار الفروض، الفرض الصحيح. هنا عايز إيه؟ خطوات التفكير العلمي، وبيقول لك إن قام أحد الباحثين باختيار بعض المنازل لمعرفة مدى نجاح تصوره في استخدام الطاقة الشمسية. يبقى يقصد إيه؟ اختبار الفروض، اللي بتقول لك إن الفرد بيقوم بتحليل الآراء والأفكار والمقارنة والمفاضلة بينهم للتأكد من مدى صحتها علشان يوصل لإيه؟ للحل الصحيح. هنا قام أحد الباحثين باختيار بعض المنازل. طب ده ليه؟ لمعرفة مدى نجاح تصوره في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة. تبقى الإجابة اختبار الفروض. قيام الدولة بتعميم مترو الأنفاق في المناطق المختلفة كحل مناسب لمشكلة المواصلات وازدحام الطرق. نستخلص مما سبق إحدى خطوات التفكير العلمي المتمثلة في الشعور بالحيرة والتردد، اللي هي الشعور بالمشكلة، تحديد المشكلة، وضع أفكار مبدئية تفسر الحدث اللي هي اقتراح الحلول، اختيار أفضل الفروض اللي هي اختيار أفضل البدائل. هنا عايز إيه؟ خطوات التفكير العلمي، وبيقول لك قيام الدولة بتعميم مترو الأنفاق في المناطق المختلفة كحل مناسب، اللي هو إيه؟ المكون الأخير من مكونات التفكير اللي هو الاختيار السليم. تبقى الإجابة اختيار أفضل الفروض. إن الذين يتقدمون بسرعة كبيرة يتراجعون بسرعة أكبر. تؤكد العبارة على ضرورة تجنب إحدى معوقات التفكير العلمي، وهو الأخطاء المنطقية، العوامل الانفعالية، انتقاء المعلومات، تقبل البيانات. هنا عايز إيه؟ معوقات التفكير العلمي، وبيقول لك إن الذين يتقدمون بسرعة كبيرة
يتراجعون بسرعة أكبر. يبقى يقصد إيه؟ الأخطاء المنطقية اللي بتقول إيه؟ تتمثل في التسرع في الوصول إلى النتائج من مقدمات ومعلومات غير كافية عن الظاهرة أو المشكلة التي يدرسها العالم. قام باحث بدراسة ظاهرة أطفال الشوارع، لكنه لم يقضي وقتا كافيا في دراسة الموضوع، وتوصل إلى أسباب تبدو حقيقة الظاهرة. يجسد ذلك إحدى معوقات التفكير العلمي الذي يتضمن التسرع في الوصول إلى النتائج اللي هي الأخطاء المنطقية، تأثير السمات الشخصية في التفكير اللي هي العوامل الانفعالية والوجدانية، انتقاء الباحث للمعلومات، التسليم بمعلومات دون نقد. هنا عايز ايه؟ معوقات التفكير العلمي. وبيقول لك ان الباحث قام بدراسة ظاهرة اطفال الشوارع لكنه لم يقضي وقتا كافيا في دراسة الموضوع. يبقى عنده ايه؟ اخطاء منطقية اللي هي التسرع في الوصول للنتائج. تصديقك لشائعة انقطاع المياه عن منطقتك السكنية دون التأكد من صدق المصدر أو الرجوع لشركة المياه. يطبق ذلك إحدى معوقات التفكير العلمي المتمثل في زيادة مستوى القلق، تغليب المصالح الذاتية، انتقاء المعلومات والبيانات، التسليم بمعلومات دون نقد. هنا عايز إيه؟ معوقات التفكير العلمي. وبيقول لك تصديقك لشائعة انقطاع المياه دون التأكد من صدق المصدر. يبقى هنا عندك إيه؟ تقبل البيانات والمعلومات دون نقد. تبقى الإجابة التسليم بمعلومات دون نقد. الفرد الذي تسيطر عليه نفسه يصبح دوره في الحياة سلبي. يشير ذلك إلى إحدى معوقات التفكير العلمي، وهو انتقاء الباحث للمعلومات التي تؤيده، تأثير السمات الشخصية في التفكير، عدم كفاية المقدمات، تقبل البيانات دون نقد. هنا عايز إيه؟ معوقات التفكير العلمي. وبيقول لك الفرد الذي تسيطر عليه نفسه. يبقى يقصد ايه؟ العوامل الانفعاليه والوجدانيه اللي بتقول لك ان الشخصيه تلعب بسماتها المختلفه دورا في القدره على التفكير. تبقى الاجابه تاثير السمات الشخصيه في التفكير اللي هي العوامل الانفعاليه والوجدانيه.